السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرة القدم المصرية خلال التاريخ الممتد من ثلاثينيات القرن الماضي وما قبله إلى الآن. خلال هذه الفترة كل جيل شهد ثنائيات من اللاعبين. نظام دويتو بيعمله وبيشتهر اللاعب، وجوز اللاعبين دول اشتهروا خلال فترات كرة القدم المختلفة. بنيجي خلال ستينيات القرن الماضي وبنشهد الدويتو الاشهر ما بين حسن الشاذلي ومصطفى رياض. الاتنين دولت نجوم الكرة المصرية في ذلك الوقت، وخلال هذه الفترة شاهدوا وبزغ نجمهم في نادي الترسانة، واحرزوا الدوري الوحيد موسم 62-63 لنادي الترسانة، وهو الدوري الأشهر لحسن الشاذلي ومصطفى رياض. وما أدراك من هؤلاء اللاعبين خلال هذه الفترة التي سيطر فيها أساميهم وظهرت فيهم أساميهم على الكرة المصرية ومنتخب مصر، واشتهروا داخل نادي الترسانة وأحرزوا الدوري الوحيد لنادي الترسانة شواكيش الكرة المصرية موسم 62-63. بنيجي خلال فترة السبعينات وبنشوف الثنائي الأشهر ما بين حسن شحاتة وفاروق جعفر. حسن شحاتة وفاروق جعفر بنتكلم عن المعلم وعن ثعلب الكرة المصرية خلال فترة السبعينات. وبنيجي خلال فترة الثمانينات الثنائي الأشهر في النادي الأهلي بيبو الكرة المصرية محمود الخطيب والمعلم مصطفى عبده، وإحراز دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي موسم 82، وكرروها موسم 87. وما أدراك من فترة تألق الخطيب ومصطفى عبده خلال هذه الفترة اللي هي كانت فترة ثمانينيات القرن الماضي. بنشوفه بقى يا سلام يا سلام على حازم وحسام. وبنيجي خلال فترة التسعينات وبنشوف ثعلب الكرة المصرية حازم إمام، وخبير الكرة وأسطورة الكرة المصرية وعميد الكرة المصرية الكابتن حسام حسن. ويا سلام يا سلام على الكرة لما تبقى مع حازم ويديها حسام حسن وحازم إمام. بالرغم ان حسام نشأ في النادي الأهلي وختم في نادي الزمالك، وحازم إمام نشأ في نادي الزمالك واستمر في نادي الزمالك، إلا أن حسام وحازم هما الثنائي الأشهر في خلال فترة التسعينات وخلال تاريخ الكرة المصرية. وأحرزوا دوري وكأس الأمم الإفريقية 98 مع الجنرال محمود الجوهري. حسام حسن أخذ خلال هذه البطولة أفضل هداف كأس الأمم الإفريقية، وحازم إمام أخذ أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية 98. ويا سلام يا سلام لما الكرة تبقى مع حازم ويديها لحسام. وبنيجي بقى خلال الفترة اللي هي الألفية، بداية من سنة 2000 بنشوف الثنائي الأشهر ما بين عمرو زكي وعماد متعب، وبدأوا مع بعض في منتخب الناشئين مع الكابتن حسن شحاتة في 2003، وأحرزوا كأس الأمم الإفريقية 2003. بالرغم إن عماد متعب نشأ في النادي الأهلي وعمرو زكي بدأ في المنصورة وانتقل إلى نادي الزمالك، إلا أن خلال هذه الفترة كان هما الأشهر عمرو زكي وعماد متعب، وأحرزوا كأس الأمم الإفريقية للشباب ومنتخب الشباب 2003، وأحرزوا كأس الأمم الإفريقية مع المعلم حسن شحاتة 2008. وبنيجي بقى وبنشوف برضك كان في ثنائي شهير ما بين خط الوسط ما بين أحمد فتحي وحسني عبد ربه. والاتنين دولت أحمد فتحي وحسني عبد ربه بدأوا في قطاع الناشئين في نادي الإسماعيلي، وأحمد فتحي
انتقل للنادي الاهلي، وحسني عبد ربه بقى في نادي الاسماعيلي النادي الام. وبنتكلم عن احمد فتحي وحسني عبد ربه، وبنشوف افضل بطولة للاتنين دولت واحرزوهم في 2010، وحسني عبد ربه اخد افضل لاعب في هذه البطولة. وبنيجي بقى للماجيكو والمحبوب تريكا وبركات، ودويتو ولا اشهر ما بين تريكا وبركات، ودويتو ولا اشهر، يعني دويتو شهير جدا ما بين تريكا وبركات. بركات وتريكا، وتريكا صانع حلويات الكرة المصرية خلال الألفية، وتريكا هو معشوق الجماهير المصرية. وبنشوف الدويتو الأفضل والمفضل والأشهر لدى جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية ما بين تريكا وبركات. وبنشوف برضك خلال فترة الألفية فلافيو وجilberto، لاعبين أتوا من أنجولا ولكن تألقوا وأبدعوا مع النادي الأهلي. وأصبح فلافيو بالرغم إنه هو اتأخر في النضج الكروي داخل النادي الأهلي، إلا أن فلافيو بقى يعني موهبة واتفجرت وبقى معشوق النادي الأهلي. وبقى فلافيو وجilberto، فلافيو جilberto بيلفها وفلافيو يحطها، وكان ثنائي افريقي شهير جدا في النادي الاهلي فلافيو وجilberto. وبنيجي بقى للثنائي والدويتو الاخير اللي كلنا بنشوفه، فخر العرب محمد صلاح وعبد الله السعيد. اللي ان يعني الفترة اللي بدأ فيها محمد صلاح كانت فيها فترة تألق لعبد الله السعيد مع النادي الأهلي قبل ما يتنقل لنادي بيراميدز. محمد صلاح بدأ مع نادي المجاولين في الدوري المصري، وانتقل إلى بازل السويسري، ومنه إلى تشيلسي، ثم للدوري الإيطالي، ثم للعالمية للدوري الإنجليزي والتألق والإبداع. ولكن بيظل الثنائي الشهير ما بين عبد الله السعيد ومحمد صلاح، وبيستمر الثنائي. وثنائيات الكرة المصرية عديدة وفريدة ومجيدة، والكل بيتذكر، كل لعيب بيحبه وكل لعيب بيشوفه. ولكن أنا عشان بداياتي الكروية وبداية حب للكرة كانت على إيد حازم إمام وحسام حسن، فبختم بمسك الختام وبقول يا سلام يا سلام على حازم وحسام، ويا سلام سلم لما حازم بيخلي الكورة تتكلم. يا سلام يا سلام على حازم لما يدى الكورة لحسام. سلام.